مشكلة الكلاب في الشوارع في مصر. مبدئيا أنا ضد العنف ضد الحيوان في أي مكان أيا كان، تمام؟ بس دي مشكلة حقيقية وموجودة في مصر وكتير مش قليل. مبدئيا أي بلد في العالم فيها حيوانات زيادة عنها، يعني بتصدرها. الحيوانات دي ممكن عندك ما بتتاكلش، عند بلد تاني بتتاكل، في الاخر هو حيوان وهيموت يعني. فبدل ما يموت بالتعذيب في الشوارع وبيتضرب وبيتهان ويتحول انه يتشرس لانه بيلاقي معاملة صعبة فبيبقى شرس ويهجم على الناس والاطفال والكلام ده كله، وشفنا الحوادث كتير. بدل كل ده ما يحصل، في الاخر هو كلب وحيوان مثلا، زيه زي الماعز، زي كذا زي كذا، زي الخروف، زي اي شيء، هو حيوان اكيد له روح ودي لازم نرعاها والكلام ده كله. بس انت لما بتيجي تذبح مثلا البقرة والماعز والكلام ده كله بتاكلهم، مش انت كده بتاكل روح. انت بالنسبة لك، احنا بالنسبة لنا بناكل الحاجات دي تمام، لكن ما ينفعش ناكل الكلاب، تمام؟ في بلد تانية بينفع عندهم ياكلوا الكلاب عادي، في بلد ما ينفعش ياكلوا البقرة بس ممكن يصدرها لنا احنا بناكلها، تمام؟ دي حيوانات في الاخر، هي روح وفي الاخر هتموت، لكن اهانتها في الشوارع مش كويس. وانها تبقى شرسه وتتحول تبقى شرسه ضد الناس وخطره ضد الاطفال، ده مش كويس. فالحل هو انك تصدرها بلد تاكلها ما تاكلهاش، ترعاها افضل منك، ده شيء يخصهم. انت هتصدرها وتستفيد وهتلم الشوارع دي كلها هتنظفها وهتبقى الموضوع تمام. ده حل يعني. في ناس بقت هتعترض، هتقول لك لا ما نصدرهاش. طيب الدولة تعمل حل، تقول ان احنا نعمل نظام شيلترز او ملاجئ للكلاب دي، او مؤسسات ترعى وتلم الكلاب دي كلها وتحطها فيها. بس الدولة هتشترط شيء، تشوف مين اللي هو مع الفكرة دي وعايز ان الدولة ترعى الكلاب، ويتكفل داخل كل مؤسسة الاشخاص دي. يروح مثلا انا مثلا ضد تصدير الكلاب، خلاص تعالى يا سيدي، تقدر تتكفل بكام كلب؟ اقدر اتكفل بالمصاريف على مثلا 20 30 40 كلب، تمام؟ تعالى انت كده تمضي انك كل شهر تجيب لنا كذا 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 عشان نقدر نغطي الكلاب دي مصاريف كل حاجة طبية وطعام ونظافة وكل شيء، تمام؟ يوم ما تقصر في الإقامة بتاعة الحيوانات دي وفي أكلها وفي شربها في الشهر، يوم ما تقصر في إنك تدفع اللي عليك كواحد رافض فكرة التصدير، يتسحبوا الحاجات دي، الكلاب دي، الرقم ده يتسحب ويتصدر، خلاص يبقى أنت اللي عملت فيه.